خاوتنا انا هضرو سيريو خوتي، المباراة قادرة تتعاود. واحد الصحفي مغربي متابعينا الكرام يقول: يمكن للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن تستند في دفوعاتها إلى حالة سابقة للانسحاب منتخب من مقابلة بكأس إفريقيا احتجاجا على التحكيم. عرفت نهاية كأس إفريقيا سنة 1978 فكرت حاجة: انسحاب منتخب تونس من مباراة الترتيب ضد نيجيريا احتجاجا على التحكيم. النتيجة كانت التعادل بين الفريقين 1-1. حكم الكاف كان كالتالي: اعتبار تونس منهزمة باللقاء ب3 أهداف، فوز نيجيريا بالمركز الثالث، واستبعاد المنتخب التونسي من كأس إفريقيا 1980. قال لك يا ولدي قادر الكاس ترجع للمروك، فهمتوني؟ لأنه كان أمور، قال لك كان أمور، فهمتوني؟ أمور راهي تطبخ في الخفاء أخوتنا، فهمتوني؟ قال لك راهي كان أمور تطبخ في الخفاء من أجل الفوز ومن أجل اعتبار المغرب فوزا بكأس أو فائزا بكأس إفريقيا. احتمال كبير لسحب اللقب رسميا. تسريبات أنباء قوية أن الكاف أصدر قرارا سريا لم يعلن بعد وسوف يعلن، لأنه هذا يثبت، أو هذا القرار الذي سوف يتم الاعتماد عليه وإصداره طبعا دليل على أنه الكاف لحد الآن لم تقدم رسالة تهنئة، أو الفيفا لحد الآن لم تقدم رسالة تهنئة. يعني أن الفيفا والكاف الهيئتين الكرويتين رقم 1 في العالم لا تعترف ولم تعترف بفوز السنغال بالكأس الإفريقية. تسريبات وأنباء قوية أن الكاف أصدر قرارا سريا بتجميد صرف الجائزة المالية المخصصة للبطل. واش كنت نقول لكم كي هضر حفيظ دراجي على الميداليات تاع نيجيريا؟ يا اخي ما داومش ميداليات تاع نيجيريا. وقلت لكم باللي حتى صرف المنحة تاع البطل اللي هي 7 مليون دولار للبطل اللي هو السنغال ما تصرفتش لحد الساعة، ما تصرفولهاش المنحة الذي كان من المفترض إرسالها للاتحاد السنغالي. هذا الإجراء يعد اعترافا ضمنيا بأن هوية البطل لم تحسم بعد، وأن هناك احتمالا كبيرا لسحب اللقب رسميا. لكل من يسأل عن مصدر المعلومة، فهي تقارير خرجت من صحفيين مقربين من المكتب القانوني للفيفا في سويسرا. مادام المكتب القانوني في سويسرا. خالدي المحمدي البقالي هذا صحفي مغربي قال أنه في أعقاب أحداث لما بات يصطلح بفاضحة الانسحاب من نهائي كان المغرب 2025، اليوم 25 جونفي 2026 سيتم عقد اجتماع عن بعد بين الجامعة الملكية المروكية والكاف تحت إشراف لجنة منتدبة خاصة من الفيفا لعرض لقطات تلفزيونية مباشرة وفيديوهات مسجلة معتمدة من الهيئة المنظمة توثق بالصوت والصورة إعلان الحكم عن إنهاء المباراة بعد انسحاب لاعبي منتخب السنغال مباشرة، وتورط الجهاز الإداري في فضيحة الانسحاب ونشاط خلية التنسيق المباشر بين الجمهور السنغالي والأجهزة الإدارية والفنية، وأحداث أخرى مترابطة تكشف النية الخبيثة المبيتة. وهذا ما تخشاه القيادة السنغالية، وتحاول ما أمكن تحريك كل آليات الدبلوماسية الودية الممكنة لمنع عرض الحقائق الموثوقة معتمدا. قال لك يا ولدي مادام راه تعرض واسمه. إذن عزيز الصالحي قال بأنه وجهت الجمعية الملكية المغربية والأندية الوطنية مراسلتين رسميتين إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني أنفانتينو، والاتحاد الإفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
عبرت. عندكم الحق تضحكوا خوتي على بالك. مقودين يا زلمة، مقودين على بالك، مقودين بعثوا ميساج لترامب قالوا له يا ترامب عطينا لكم ظفرك يا ترامب. البارح حطينا لهم فيديو على مساكن هذوك الزواوره اللي قاعدين يهدموا لهم في المنازل تاعهم. علاش قلت لكم بلي هذيك الزريبه ما عندهمش رجال؟ كون جاو عندهم رجال شفتوا ذوك المنازل اللي يهدموا لهم يعاودوا يبنيو لهم منازل واحد اخرين. الرجال في هذوك الزريبه يروحوا يديروا سيلفيات يتصوروا مع شهداء الجزائر في متحف في باريس، زعما باش يبان راجل، باش يبان زعيم. ما على بالوش باللي العالم كامل راهم يشوفوا فيهم طحاحنا رخاص ولا دقاف ما يسواوش بصله. حنا في الجزائر بكري كانت البصله رخيصه، دوكا غاليه البصله وما توصل سمتها يا وليد القاف. المهم، الجمعية الملكية المغربية أرسلت رسالة إلى دونالد ترامب وإلى جياني أنفانتينو وإلى الاتحاد الإفريقي باتريس موتسيبي، عبرت فيها عن شجبها وغضبها واستنكارها لما وصفته بالانفلات الأمني الخطير الذي رافقته نهائي كأس إفريقيا، مطالبة أنفانتينو بتفعيل القانون ومطالبة دونالد ترامب بمحاسبة الجزائر. دخل الجزائر حتى فايزة الأم تاع مبابي هي اللي قالت مبابي ضرب هذيك ضربة الجزاء على طريقة بانينكا باش يزعف وليدهم طياز. عبالك خاوتنا والله ساعة نولي نقول نهبط للنيفو تاعهم، نولي كيما هما على بالك، نولي نخاطب 50% هذوك المختلين عقليين والمهابل، لانه كي تطلع النيفو تولي ما يفهموكش، تطلع النيفو يولي ما يجيبلكش الفيديوهات مشاهده، لازم تهبط النيفو، لازم النيفو يولي يتكركر، لازم تولي بغل الحمار كي دير فيديو، لازم تولي حمار باش يفهموك، باش يلقاوك انسان حمار ويتبعوك، لانه الان غير الرداءه هي التي تنتشر، الرداءه والتفاهه هي التي راهي تمشي. اما فيديو يكون صحيح كذا ما يمشيش، فيديو فيه النيف والرجله والزعامه ما يمشيش، بصح فيديو فيه الخرطي والتفاهه تلقاه مطرطق يا شيخ. فهمتوا علاش ما نقدروش نافونسيو للامام مالغري مشاريع مالغري كلش الى ان التفاهه هي اللي تسيطر، هي اللي مسيطره. المهم، واش قالوا لترامب واش قالوا لانفانتين قالوا له اكدت الجامعه الملكيه في مراسلتها الى رئيس الفيفا وموتسيبي وترامب أن ما عرفته المباراة النهائية بين المروك والسنغال من توتر وسلوكيات لا رياضية يشكل مساسا بمبادئ اللاعب النظيف، ويتعارض مع الجهود التي بذلها المروك لإنجاح تنظيم قاري فاشل جدا وأسوأ نسخة كأس إفريقيا شاهدتها. في رسالة أيضا وجهها إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عبرت الرابطة عن إدانتها للتصريحات والممارسات التي اعتبرتها محرضة على العنف من الجزائريين والجزائر، ما نتج عنها أضرار جسدية معنوية داعية إلى فتح تحقيق شامل وعقاب الجزائر ومنعها من المشاركة في البطولات القادمة. مشكلتهم غير الجزائر، مشكلتهم غير الجزائر. عيطوا لترامب. وختمت الرابطة مراسلتها بالتأكيد على مكانة الزريبة كوالو والو انتم والو ما عندكم حتى مكانه، وش من مكانه هذه حكايتكم شي طرملك. المهم خاوتنا، الصمت المريب للكاف والاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي بخصوص تهنئه ولا الاعتراف بفوز السنغال الى حد الساعه امر مريب وامر مشكوك فيه. قادر يلغيوا الكاس للسنغال يمدوها للزريبه. السلام عليكم.